شفايفي بيبانوا كبار اكتر من اللازم. أحبائي الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد مع سارة في قناة مستر أند مسز جو. فيديو اليوم سوف يكون على نصائح وحيل تجميلية سوف تفيدكم في حياتكم اليومية. أتمنى أن الفيديو يعجبكم، لا تنسوا تحطوا لايك إذا الفيديو عجبكم وعجبتكم الأفكار. لا أول مرة أنتم على قناتي وتشاهدوني فلا تنسوا الضغط على الزر اشتراك تحت الذي هو أحمر وعلى الجرس الذي جنبه لكي تتوصلوا بالجديد. على كثرة الكلام يلا. بالنسبة لهذا الهاك هذا فعلا رائع، بإمكانكم تنظيف أي شيء من الفضة بالكيتشاب. قوموا بوضع القليل من الكيتشاب، افركوا 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 افرك افرك. وبعد الفرك سوف تحصلون على خاتم جديد لامع وأبيض. هذه الخدعات صراحة بسيطة جدا، ما عليكم إلا أخذ الآيلاينر أبيض، أي آيلاينر أبيض أو أي شيء أبيض، حطوه على شكل وينج بهالطريقة. وبعدين راح تحتاجوا فرشاة، اختاروا أي لون يعني انتو بدكم تحطوه كآيلاينر. هختار البينك وراح تقوموا بوضعه على هذاك الخط الأبيض اللي قمتم برسمه بهذه الطريقة. وبإمكانكم تحطوا أي لون تريدون في هذه المنطقة. الطريقة بتكونوا حصلتوا على ايلاينر فيه يعني الألوان اللي انتو بدكم إياها من غير ما تشتروا ايلاينر. وبإمكانكم تحطوا أي لون بدكم إياه، يا أزرق يا أحمر يا أخضر، بطريقة سهلة وما راح تحتاجوا إنكم تشتروا ايلاينر. هالنصيحة لكل الناس اللي ما بيعرفوا إنهم يحطوا ايلاينر، أنكم أول شي تبتدوا بوضع نقط، يعني تعلموا المكان اللي راح تحطوا فيه الايلاينر، تقوموا باتباع هذوك النقط اللي انتم رسمتوها، وهكذا بيكون عليكم سهل جدا انكم يعني ترسموا الايلاينر تبعكم. لنفخ الشفايف بامكانكم تستعملوا مثلا هذا اللي بيكون فيه منتول، هذا بيكون فيه نعناع، خلاصة بيبرمنت او نعناع، فبإمكانكم تحطوا القليل لشفايفكم. راح يكون بيوجعكم شوي، لكن النعناع اللي فيه أو البيبرمنت اللي فيه يعني بيساعد على تنشيط الدورة الدموية، وبالتالي يؤدي إلى نفخ الشفايف. هالطريقة فعلا فعالة جدا وسهلة جدا في يعني الفراغات التي تكون بالشعر بالميك اب. ما راح تحتاجونه هو فرشاة ميك اب، أي فرشاة ميك اب وأي باليت فيها ألوان نفس هذه، يعني تكون ألوان اللي راح تقرب لون شعرك، يعني تاخدين من لون وراح تقومي فقط بملء الفراغات وما راح يبين إنه عندك فراغات في الشعر. رايحة سهرة، رايحة تتصوري أي شيء، بإمكان هذه الحيلة هذه تنفعك. هالطريقة هذه فعلا رائعة جدا، يا إما فازلين أو أي يعني مرطب شفايف عندك، وراح تاخدين القليل وذوبيه، حاولي إنك تذوبيه يعني ما بين إيدك، وحطيه في المكان اللي بدك فيه إضاءة أكتر. وكما ترون هنا عندي إضاءة أكثر من هنا. نصيحة ثانية وهي استعمال قلم يعني يكون بني غامق على الألوان اللي راح تحطوا في شفايفكم، وقلم أبيض. شوفوا أنا راح أشيل الميك اب من شفايفي، كم راح تاخدوا اللون الغامق وراح تحطوه هنا تحت، انتوا اصلا الحين بيبالكوا انه فرق كبير. وراح ناخد الكونسيلر الابيض وبعدين راح تاخدوا اي لبستك يعني اللي راح تحطوه. شفايفي بيبانوا كبار اكتر من اللازم. اوريدي يعني عندي شفايف كبار، بس هذه طريقة اللي عندهم شفايف صغار بامكانكم انكم تطبقوها عشان يعني تبينوا انه شفايفكم كبار. وكما تلاحظون يعني الفرق
كبير. كانكم يعني لما بدكم تستعملوا شي تاني في نفخ الشفايف بإمكانكم تستعملوا هالطريقة هذه. النصيحة الأخيرة وهي هذه لكل من عندهم بشرة دهنية نفسي أنا، أو لكل يعني من عندهم مثلا في بعض المناطق دهنية، ما عليكم إلا بعد وضع الميك اب تاخدوا بيوتي بلندر، تاخدوا اي مثبت ميك اب وترشوه على البيوتي بلندر وتروحوا فقط لهذاك المناطق، قوموا بتثبيت الميك اب او كريم الاساس وميك ابكم هناك. وبهالطريقه هذه لا تعانون من هذه المشكله بالمره. بعد الان لازم انكم فعلا تجربوها، هي فعلا طريقه سهله جدا. اتمنى ان هذا الفيديو عجبكم لا تنسوا تضغطوا لايك في الفيديو القادم. باي.